انا شوف، انا مازال ما شفتش عليه الحادثه بالضبط هكذا. وسبحان الله، وتكلمت كلام انا مؤخرا. كنا مسافرين في بشار دايرين جلسه، وزدت تكلمت الان في الدرس تاع الجمعه على الموت. تكلمت على الموت في خطبه الجمعه والدرس، وناسب انها الحادثه يعني واقعه. انا سمعت بالحادثه، ما نعرفش هذه اختنا اللي ماتت، نسال الله يغفر لها ويرحمها، نسال الله يعفو عنها ويديم عليها الستر والعافيه. هذه اللي ماتت على المباشر. احنا اولا هي بالنسبه لها قد افضت الى ما قدمت، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عنها، وان يكتبها الله تبارك وتعالى ممن يعفو عنهم الله عز وجل. الان هي عند الله يفعل فيها ما يشاء، ونسال الله ان يعاملها برحمته. ولا نتمنى لاحد ان تمسه النار، ما نتمناهاش. النبي عليه الصلاه والسلام راى يهوديا يموت، اسمع به يموت، راح يجري عنده، قالوا قل لا اله الا الله. باباه قال له اطيع ابا القاسم، قال لا اله الا الله فمات. الرسول عليه الصلاه والسلام قال الحمد لله الذي نجى هذا من النار. انا ما نتمناش الكفار يموتوا كفار، فلذلك هي الحمد لله من حيثها هي افضت الى ما قدمت. الله يعفو عنها، الله يكتب لها الاجر، الله يتجاوز عن سيئاتها ويجازيها بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اما نحن الان ما هو موقفنا منها؟ ترحم عليها، مسلمه ترحموا عليها، نسترها. كل مقاطع الفيديو تاعها، كل اي حاجه نمحيوها، اي حاجه ربما ظهرت فيها، ربما فيها سيئات ولا كذا وزر. انا ما نعرفش المحتوى تاعها، عمري ما شفتها، ما نعرفهاش، ولكن ربما كاش ما عندها محتوى فيه موسيقى ولا ما على باليش، نحيوه، يعني نحيوه كامل، ما نخليوهش. الامر الاخر اننا نترحموا عليها.